عايزه اقول لكم على 4 طرق ازاي تحمي نفسك من ان شخص يستغلك. اول حاجه، اعرف ان الطيبه ليها حدود وصدق احساسك. لو حسيت ان الشخص ده جاي عليك قوي، اتعلم انه انا مش دايما هبقى مديك وقتي وطاقتي ومجهودي وحبي. اسحبها منه كده زي ما انت كنت مديله كل حاجه، ابتدي اسحبها منه وحسسه ان هو مش اكسسبل، ما يعرفش يوصل لك وقت ما هو عايز يوصل لك. تاني حاجه، خد بالك من تصرفاتهم لما تحملهم مسؤوليه غلطه حصلت. هل الشخص ده فعلا بيشيل مسؤوليه اللي حصل وبيعتذر، ولا الشخص ده بينكر، او الأسوأ انه بيقلب الموضوع عليه؟ تالت حاجة، اعرف ان الكلام سهل والوعود فعلا سهلة، لكن تصرفاتهم هتقولك كل حاجة انت محتاج تعرفها. ان الوعود من غير اي تغير في التصرفات يعتبر تلاعب. رابع واهم حاجة، العالم مليان بالناس اللي عايشة عشان تسحب من اللي حواليها، اللي هيحاولوا دايما يستغلوك لمصلحتهم الشخصية. فمحتاج انت تتعلم ازاي تحمي نفسك، انك تبقى عارف اخرك فين، ايه اللي هتسمح بيه ولحد فين بالظبط، وايه اللي انت ما عندكش استعداد انك تسمح بيه مهما حصل. من هنا انا بحط حدود واضحة وصريحة، حتى لو الحدود دي أدت إلى إن الناس دي تبعد عني. الناس الكويسة ممكن تتضايق شوية بس هتحترم الحدود دي. الناس الاستغلالية لن تتقبل الحدود دي، وبالتالي أنت هتشوف ردود فعل مرعبة، فهتبقى فاهم إن أنت حميت نفسك صح، والحمد لله إن ربنا بعدهم عنك.